القصة بتاعتنا النهاردة قصتنا اسمها تامبو. تعالوا نعرف مع بعض مين تامبو ده وعمل ايه. تمام، نقعد يلا نبص. قصة جديدة، القصة تأليف عفة شريف ورسوم رامي أمين، يعني اسمها تامبو. كان النسناس الصغير ده، شايفين؟ نبص كده هنا مع بعض. النسناس الصغير اللي اسمه تامبو كان بينط يمسك من شجرة لشجرة، وكان بيتمرجح على الفروع بتاعت الأشجار وبيلعب. وبيعمل كده شاف ايه؟ شاف شجرة عنب نازل منها عناقيد عنب أخضر لسه ما استواش. كان العنب لسه أخضر ما استواش. تمام. تامبو اقترب من العناقيد بتاعت العنب دي وراح قطف عنقود من العنب. مسك عنقود كبير وخد. بس هو كان عاجبه العنب، راح هو مش هياكله دلوقتي، هنشوف احنا هو هيعمل ايه. قطف عنقود عنب كبير من على الشجره وحط حبه العنب في بقه. ايه ده؟ دي طعمها مر قوي، مش هتنفع معايا. وراح رمى العنقود كله على الارض. شايفين اهو؟ شايفه يا مسك؟ شايف يا محمد؟ تمام، رمى العنقود على الارض اهو، رمى العنقود على الارض. قصة شجرة العنب، شايفينها غضبانة ازاي شجرة العنب؟ قصت شجرة العنب بغضب لتامبو وقالت له: انت ليه بتقطف العنقود بتاعي دلوقتي؟ انت مش تصبر عليا شوية؟ انت لو صبرت شوية كنت هتلاقي حبات العنب بقت لونها جميل وطعمها بقى حلو، لكن انت اكلته، قطفته بسرعة ورميته على الارض، ولا انت اكلته ولا خليته يستوي علشان الناس تستفيد منه. تامبو لما بص لقى شجرة العنب بص عليه بالشكل ده وبتزعق، خاف قوي وجري بعيد قوي. شايفينه؟ شكله خايف من الشجرة اهو. تامبو هنا بيعمل ايه؟ تامبو قاعد بياكل. للأسف تامبو ما كانش عنده ولا ترابيزة ولا كرسي علشان يقعد ياكل عليهم. راح عمل ايه يا قصي؟ بالظبط، قعد جاب فرشة أو سجادة وفرشها على الأرض وحط عليها الحاجة بتاعته وقعد عليها زي ما احنا شايفين كده. طيب، قعد هنا على الأرض بياكل عشان هو ما كانش عنده ايه؟ احنا قلنا ولا ترابيزة ولا كرسي. قعد يفكر مع نفسه يا ليان، يفكر: أنا محتاج ترابيزة صغيرة يا مسك ومحتاج كرسي علشان أقعد عليهم وآكل عليهم بدل ما أنا بقعد على الأرض. احنا بنصنع الترابيزة والكرسي من ايه يا مسك؟ من الخشب. جميل، من الخشب. الخشب بناخده من ايه يا محمد؟ لا ثواني، أنا سألت محمد، بناخد الخشب من فين؟ من الشجرة. من الشجر، يبقى الشجر بيدينا الأخشاب. فهو راح جاب خشب، ومحتاج ايه تاني عشان يقطع الخشب؟ محتاج ايه؟ منشار. جميل، يبقى المنشار ده من ادوات مين؟ مين اللي بيستخدم المنشار؟ مين بيستخدم المنشار؟ بتاع الخشب. اسمه ايه بتاع الخشب ده؟ حد فاكر؟ انجينير يعني مهندس. كاربنتر. برافو عليك. كاربنتر يعني بالعربي يعني ايه؟ يعني نجار. النجار بيستخدم الخشب. برافو عليك، سقفه حلوه يا محمد، سقفه حلوه لمحمد هيثم. كاربنتر يعني ايه؟ نجار. خلاص، بيستخدم الخشب وبيستخدم المنشار او الفأس. لا، الفأس ده من ادوات مين؟ المهندس. الجزار بيستخدم الفأس. لا. مين بيستخدم الفأس؟ الفلاح. ايوه برافو عليك، الفلاح هو بيستخدم الفأس. لكن هنا تامبو راح جاب المنشار وجاب الخشب. ايوه يا حبيبتي، شطوره يا حبيبتي. وقعد بيشتغل ويقطع في الخشب ويظبط فيه لحد ما عمل الترابيزه وعمل الكرسي، وما كانش ناقص معاه غير حاجه صغيره علشان يكمل. ايه اللي كان ناقص؟ انه يركب 4 رجلين للكرسي. فضل يشتغل لحد ما ركب الرجلين الاولانيين. يبقى باقي له كده كام؟ باقي له رجلين مش معمولين يا مسك. وراح عند الشجرة. ممكن نسمع؟ لا ما راحش، نسمع. هو ايه؟ بص كده قال: ايه ده يا عم؟ ده شغل مطول قوي وانا تعبت مش قادر اكمل، انا مش قادر. وراح رمى الكرسي في ركن من اركان البيت وكان كسلان يكمله. ولما جه يقعد برضو قعد علشان ياكل، برضو قعد على الارض مره تانية. ما قدرش عشان ما فيش كرسي يقعد عليه. صح. تامبو هنا اهو بيحب ايه؟ تامبو بيحب الرسم.
تامبو بيحب الرسم اهو. بصوا وعد صديقه ابو قردان الصغير انه يرسم له صوره ويديها له هديه. بيعيش فين ابو القردان ده؟ حد يعرفه؟ في غابة. في الغابه؟ مزرعة. في المزرعه. بيعيش مع مين؟ ايوه قول. مع الفلاح. عشان هو اسمه ابو قردان اسمه صديق الفلاح. ليه سميناه صديق الفلاح؟ في قصة كده بيقول لما في واحد واحد. طب بص هقول لكم حاجه واحنا بنحكي او بنتكلم لازم حطيها البالونه حطيها في اي حته. واحنا بنحكي او بنتكلم لازم ندي فرصه لبعض، ما ينفعش نتكلم كلنا في نفس الوقت، صح؟ اتفضلي يا مس كده واحد. عايزه تقولي ايه يا مس؟ ابو قردان بيطير عندنا في السماء. بيطير تمام. وبيروح يساعد الفلاح في الارض الزراعيه، بينقي الدوده من الارض. الدود اللي هو ممكن يأذي الارض او يأذي الزرع ابو قردان بينقيه وياكله، عشان كده اسمه صديق الفلاح. تمام. ووعد صديقه ابو قردان انه يعمل له صوره حلوه ويديها له هديه في عيد ميلاده. فراح اشترى الادوات بتاعت الرسم، وجاب ابو قردان قاعد جنبه واقف وبيرسمه. ورسم راس الطائر. جنبه رسم الطائر ابو قردان، ورسم له الرقبه الطويله بتاعته، ورسم جسمه، ورسم الجناحين بتوعه، وكل حاجه رسمها تامبو كانت جميله وحلوه قوي. لكن الصوره لسه ما كملتش. شايفين الصوره لسه ما خلصتش. كان ناقصها ايه يا محمد؟ لا محمد. ايوه البق او المنقار. بق الطائر يا ولاد اسمه منقار. المنقار. يبقى الانسان البق بتاعه اسمه فم، والطائر البق بتاعه اسمه منقار. يبقى الصوره ناقصه ايه؟ الصوره ناقصه المنقار. تامبو حس ان هو ملان. ايه ده؟ ايه انا زهقت بقى، هقعد طول الوقت ارسم. رمى الصوره، ساب الصوره. اول ما لقى صاحبه ابو قردان بيعيط عشان الصوره بتاعته يا محمد طلعت مش حلوه وناقصه ايه؟ كانت ناقصه ايه؟ ناقصه المنقار او البق. تمام. راح جه ايوه وراح تامبو والريش بتاعه ما كانش كامل. تامبو زعل من نفسه قوي وخجل، يعني شعر بالخجل من صاحبه، كان مكسوف منه، ومسك الريشه اللي هي بيرسم بيها وقعد يرسم. وابو قردان قاعد جنب منه بيبص عليه وبينشف دموعه لان هو كان بيعيط. اول ما اكتملت الصوره شالها تامبو واداها لصاحبه ابو قردان، قال له اتفضل يا عم ولا تزعل، شوف انا صلحتها لك ازاي، انا خليتها بقت جميله. انبسط ابو قردان وخد الصوره بتاعته ومشي. طبعا تامبو وقتها قعد يفكر، يقول انا عملت كذا حاجه غلط في حياتي. يعني ايه الحاجات الغلط؟ قولي لي يا ليان واحد. قولي لي يا ليان حاجه غلط عملها تامبو من الاول خالص. عشان هو رمى ما استناش العنب يستوي. برافو عليك يا ليان، شاطر. برافو عليك. يبقى هو قطف العنب قبل ما يستوي ولقاه مر ورماه على الارض. قول لي حاجه تانية يا محمد. جميل قوي. برافو عليك يا محمد، شاطر. هو كان كسلان، ما كملش الكرسي وما كملش الترابيزه. عمل ايه تاني يا قصاي؟ عمل ايه تاني؟ الحاجه الغلط اللي عملها كان بينشل الكذب. كان بينشل الخشب. الكرسي بدي رماه. وبعدين رماه. كان بينشل الخشب الكرسي عشان يعمل الكرسي. رماه قبل ما ايه؟ بعد يكسر. ايوه بالظبط، رماه قبل ما يكمل الكرسي. عمل ايه كمان تاني يا مسك؟ حاجه غلط. ايه الحاجه الغلط التانية؟ قربي كده على الترابيزه، قربي كده هنا. اولها لا هي عارفه لوحدها. قربي شويه على الترابيزه. برافو. يلا قولي لي بقى ايه الحاجه الغلط الثالثه اللي عملها تامبو؟ كان بيرسم وعمل ايه؟ وراح مسك الصوره ورماها. جميل. يبقى ما كملش الصوره، رمى الصوره على الارض وزهق قبل ما يكمل الصوره. وبعد كده كملها واتبضت. طيب هو صلح الغلط بتاعه ازاي يا محمد بدر؟ لما صاحبه ابو قردان زعل هو صلح الغلط ازاي؟ عشان الصورة اكتملت. جميل، خد الصورة وكملها. برافو عليك. تعالوا نعرف احنا ازاي نستفيد من القصة بتاعت تامبو دي. تمام. يبقى احنا ازاي احنا حكينا القصة، لازم في دروس مستفادة من القصة. خلاص. قولي لي حاجة مستفادة، قولي لي حاجة واحد. احنا ما نهدرش
قبل ما نخلص الحاجة، ما نهدرهاش قبل ما نخلص. الله على كلمة ما نهدرش دي، لا نهدر الوقت، ان احنا ما نهدرش الوقت بتاعنا، لازم نخلص وقتنا ونخلص الحاجة اللي احنا بنعملها. برافو عليكي يا ليان. قولي لي يا مسك. عشان حرام نرمي الأكل في الأرض. حرام نرمي الأكل في الأرض. طب هو رمى الأكل في الأرض؟ أيوة. ايه هو اللي رمى ايه؟ برافو، مستوى. شطورة. يبقى كان يستنى يستوي. بالظبط، كان المفروض يستنى العنب يستوي. قولي كمان حاجة يا محمد. يبقى احنا المفروض نتأنى ونتمهل شوية واحنا بنعمل أي حاجة. قولي يا محمد. وهو قبل ما يكمل كل قبل ما نكمل الحاجة راح رمى الكرسي في حته وما كملوش. تمام. لازم احنا نكمل كل حاجه. مثلا انا كنت بعمل لازم اكمل الاخر بالظبط. جميل. يبقى احنا لو بنعمل حاجة لازم نكملها، لو بنعمل الواجب نكمله، لو بنرتب الأوضة بتاعتنا نكملها. مثلا انا عملت نص واجب وجدت اللي انا كملت كله. تمام. نريح شوية ونرجع نكمله تاني. او انا نضفت مثلا السرير بس. جميل. وما كملتش باقي الاوضه. يبقى ريح شوية وارجع اكمل. وكتبت اللي انا ما عملتهاش عشان العب وكده. تمام. يعني انت كمان كدبت. طيب تمام. قصي، احنا بنستفيد ايه من القصة دي؟ بنستفيد مثلا بقول مثلا يعني مثلا يعني انا قول، عبر عنه. انت ايه لما تكون بتعمل حاجة تزهق منها وترميها كده؟ لا. تعمل ايه بقى؟ بعدين استريح شويه بعدين هكمل. برافو عليك، تستريح شويه وبعدين تكملها. انت بتستفيد ازاي من القصه دي يا محمد؟ انت اللي ما اتكلمتش لسه. نستفيد ازاي من القصه دي؟ نتعلم ايه منها يا محمد؟ نقرا. وايه كمان؟ حلو قوي موضوع نقرا ده. نتعلم ايه؟ نتعلم ايه من قصه تامبو؟ نقرا الكلمات ونحافظ على الوقت بتاعنا يا محمد. ونكمل اي شغل احنا بنعمله نكمله للاخر. ونتعلم ازاي نصبر على الحاجه اللي احنا بنعملها ونديها وقتها. وبتمنى ان القصه بتاعت النهارده تكون عجبتكم بجد. عجبتك يا محمد القصه؟ مسك القصه عجبتك يا ليان؟ عجبتك يا قصي؟ شكرا ليكم، انا مبسوطه بيكم جدا، والى اللقاء في ورشه قادمه وقصه قادمه. باي باي.